أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. صدق الله العلي العظيم. الكذب هو من المآثم البشرية، يعني الناس توقع بعملية إعطاء صورة خاطئة عن الواقع. هذا هو الكذب، أن تتكلم خلاف الواقع متعمدا قاصدا. لذا بكرة جاي شهر رمضان، لما بنحكي عن المفطرات واحد من اللي بيأبطل لك صومك إنك كذاب. يعني أنا إذا كذاب شو بصير بصومي؟ كذبت على الله وعلى الرسول وعلى الإمام، شو بصير؟ مفطر. واحد من مصادقه الكذب على الله وعلى رسوله والإمام، يعني معصوم، بيؤدي إلى أبطال شو؟ صوم. الكذب كعنوان على البشر أو على الله ورسوله والإمام محرم. الله عز وجل في هذه الآية عظم هذا الأمر، إنه قد إيه بيساوي الكفر. تصور أنت لواحد لما بيكذب واحد، أي إنسان بيكذب منزلة الكافر. الواحد الأولى بقول يمكن الشيخ عم بعظم الأمور. الآية اللي قريناها إنما يفتري يتعمد الكذب، يصنعون الكذب، شو قال؟ الذين لا يؤمنون، حتى ما تقول لي لا يؤمنون طوء بآيات الله، برسالة الله عز وجل. وأكد هودي هن نموذج الكذب للبشرية. إذا بعدين بالأحاديث وبالمحاضرات وبالمفاهيم الإسلامية لما بنشرح الآيات وبنشرح الأحاديث وبنشرح الأخلاق الإسلامية بنقول إنه الكذب حرام، بلش نفصل وين الكذب حرام. إذا رحنا لآية أخرى تتحدث عن الكذب، بتاخذ مقطع الأخير. يقول الله عز وجل إن، حرف توكيد. إذا واحد شاكك عم بيقول إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. لما الواحد يصير يمارس الكذب يصير في حجب بينه وبين مين؟ بين الهداية. صار خارج دائرة هداية الله. الإنسان اللي مش مهتدي، الإنسان الذي أخرجه الله من هدايته وأعمى بصيرته وبصره عن سلوك طريق الحق، لما بيهددوا بالعذاب، وين بيكون موقع العذاب؟ جهنم. مع مين بجهنم؟ اللي هن أعدت لهم جهنم، الكفار وتوابعهم. نروح لآية الثالثة. إن الله لا يهدي من هو كاذب، شو قال عنه؟ كفار. على الكذب والكفر مع بعض. فلذلك أهمية مبدأين دينيين وأخلاقيين: الصدق وترك الكذب. لما واحد بيطلع بتاريخ قريش، عندما انصدمت قريش برسالة النبوة ووحدانية الله عز وجل والانقلاب على مستوى كل اعتقادها، واحد عم يعبد صنم بتقول له الصنم مش الآلهة، بدك تعبد إله السماوات والأرض وخالق السماوات والأرض. والله اللي صدمه وخلاه جزء كبير يراجع حساباته بعقيدته بفكره بكل شيء، صدق محمد صلى الله عليه وسلم. إن الرائد لا يكذب أهله. فبالتالي كان ميزة محمد الأخلاقية والسلوكية قبل البدء بالدعوة الصادق ماذا؟ لو أنت كنت بقريتك وبضيعتك صادق وأمين، وشنوا حرب عليك من كل الجهات، جهالة المتدينين، المؤمنين المتدينين اللي كذا واللي إيمانهم ناقص والفساق والفجار، وأنت كنت بسلوكك صادق طاهر نقي على قلعة صدقك يتكسر كل شيء، تكسر كل شيء. وهكذا فعل بقريش. صادق الأمين. فجأة لما جاء بالرسالة صاروا يتهموا بالسحر وشو بالكذب.
يعني تنطلي على واحد على اثنين فترة زمنية بلشوا يتكسر. فلذلك قد ايه الكذب خطير بالواقع الاجتماعي. جزء من عمليات الحرب، جزء من عمليات الحرب كان جزء من الأوروبيين والغربيين وبعدهم يستعملوها لليوم ضدنا. وهذا كان يقول يمكن بسمارك أو أحد المنظرين بالحكومة الألمانية، كذب حتى يصدقك الناس. من كتر ما بتكذب آخر شيء بصيروا صدقوا يا عمي، ما قال فلان وقال فلان، بك يا عمي بس الأسس اللي على أساسها قال فلان وينها؟ يعني أنت قبل ما يقول لك فلان الدليل مش دينك ولا دليل صوته، شغل دماغ عقلك. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، شغل دماغك، شغل عقلك. اللسان بيحكي والدينين بيسمعوا. فبالتالي ما بقى الدينين واللسان ما بيقدر الواحد يصنع اللي بده اياه، مثل ما عم يعمل الغرب فينا اليوم، مثل ما بيعمل فينا اليوم. كل يوم بيحمل لنا مشكله معينه هو بيصنعها وبيلبسنا اياها، بأفلامها وبيلبسنا اياها، بيعمل مشكله وبدنا اياها نلبسها. يعني تصوروا انتم لما صار يا شبابنا الاعزاء ما كانوا خلقانين عام 1982. مين مش كان خلقان؟ انتوا المجموعه مش خلقانين، كنتوا مش هيك؟ كنتوا خلقانين 82 مش خلقانين. لما صنعوا كذبه الهجوم على لبنان واحتلال لبنان، تعرفوا بلشت الكذبه؟ قال تعرض سفير اسرائيلي بلندن او بباريس لمحاوله اغتيال. تعرض لشو؟ محاوله اغتيال. بلندن. فالمهم، فعلى اساس اتهمت الحكومه المحتله لفلسطين انه هودي مين؟ واحد فلسطيني مش لبناني، فبدنا نهجم على لبنان. شو عملوا؟ هجموا على لبنان، ضلوا صايحين لوين من 82 على بيروت، احتلوا بيروت. شو رايك؟ بعد شوي شو؟ انسحبوا اذله، يعني صنعوا كذبه وصدقها الناس وعملوها. الحمد لله نحن عرفنا كيف نلقنا الناس. يعني يمكن لو ضلوا هيك ما كنا لقناها الناس. من كذبهم ونفاقهم الله شو عمل؟ الحمد لله كما يقول الامام الخميني: الذي جعل اعداءنا حمقى عدونا اهبل. اليوم ما بده يغطس. اثنين، على المشهد المعاصر شبابنا الاعزاء، عندما اجتاحت امريكا العراق بال 2002 تحت حجه 11 ايلول، تحت حجه صدام واسلحه دمار شامل، اجتاحت افغانستان ثم اجتاحت وين؟ العراق. كولون باويل كان شو؟ وزير خارجيه امريكا. صار يصور لهم سيارات، يصور لهم صواريخ ويطلع لهم ورق من الشكل ويقول لهم هذه مين؟ هذه السيارات العراقيه. بس انا كمان الورقه هي السياره العراقيه وعم تقول اللي بتخبي الصواريخ وعندهم اسلحه دمار شامل وخطوره على العالم. مش امريكا خطوره على العالم والسلاح النووي. حق على مين؟ على صدام. هجموا على صدام. وتوني بلير كان وقتها وزير خارجيه بريطانيا كمان بلش دعم الاوروبيين، وكمان اوكرانيا كمان دخلت الحلف، ودخل الحلف وفاتوا على مين؟ على صدام واحتلوا العراق. بعد شوي قالوا نعتذر. شو ما قالوش نعتذر، قالوا ما وجدنا سلاح دمار شامل. خلاص لا يخلص الفيلم. خلص سرقوا الذهب وسرقوا النفط. والناس تقول ليش عم يعملوا هيك بالعراق؟ طيب شغله وقت الشباب، لما كان العراق محاصر كان في نبوءه للنبي صلى الله عليه وسلم. نبوءه لمين؟ النبي محمد. الان ما بيعرف يطبق اول، بيطبق بالاخر بعد ما بصير الحدث. بقول الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله موجود عندنا وعند السنة: يوشك أهل العراق أن لا يأتيهم درهم. قيل من قبل من؟ قال من قبل العجم. من قبل من الأجانب؟ العجم كل ما ليس عربي. وذلك في آخر الزمان. مضمون الرواية: يوشك أهل العراق أن لا يأتيهم شو درهم. حصار اقتصادي. ايام صدام بعد ما شن هجوم على العراق على الكويت، شو عملوا فيه؟ طوقوه. وشو صاروا شو يعملوا؟ يقولوا للنفط مقابل مين؟ مقابل الغذاء. ليش عملوا هيك في العراق؟ اتصوا بالهجوم على الكويت وقبله، لانه كانت الصين هي تاخذ قبل الهجوم على العراق كل النفط العراقي. وكان الدينار شو واحد كيف مسافر على دوله خليجيه مثل اللي بعضهم عملاء لامريكا، دينار كان هو شو اللي راح على العراق، يعني ملياردير رجع على البلد. مثل الدينار الكويتي اليوم بهذا الشكل. فحتى تمنع تصديره شو عملته للعراق؟ عملوا حرب.
ووقعته هو وغطسته حاكم البلد العميل اللي هو أصلا عميل الليلة، وهكذا. بيصنعوا الكذبة، بيصنعوا كل شيء وبيأفلموا، بيتصرفوا وبيستثمروا. في الختام الأحاديث، هو طبعا الموضوع كبير جدا الكذب، لكن احنا مرقنا هو النماذج حتى يضل الأمور حاضرة عندنا. عن النبي صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، يعني الحكي الكذاب، الحكي الكذب. وعن الإمام العسكري عليه السلام: جعلت الخبائث كلها في بيت واحد وجعل مفتاحها الكذب. وعن النبي صلى الله عليه وآله: إذا كذب المؤمن، إن المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه 70,000 ملك وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش، وكتب الله عليه بتلك الكذبة زنية، وكتب عليه بتلك الكذبة شو؟ زنية، كانوا زانية. أهونها كمن زنى بأمه. إذا المفروض واحد بس يحطه ويسميه على هؤلاء الناس بيستحلوا الكذب هيك. في حديث عن الإمام الصادق مضمون وبختم فيه هذا الحديث، مضمون الحديث إنه لا تنظر إلى صلاتهم وكثرة سجودهم، وانظر إلى صدق حديثهم وأداء أمانتهم، لأنه الصدق بيعبر على أنك أمين حتى على مستوى شو الحديث. فالأمانة بالحديث والأمانة بغيره مهمة، والأمانة حفظ حقوق الآخرين هي تعبر عن السلوك الصادق لما يؤتمن المرء عليه، السلوك العملي. الأمانة السلوك العملي، الصدق هو الأمانة القولية، هو الأمانة القولية الصدق. والأمانة العملية هي الفعل التي نمارسها في حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مع الصادقين، وأن يبعدنا عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. وصلوا على محمد وآل محمد.